ايضا مع الفرق الفائزه في كاس الخليج، لكن ربما الفرصه الان متاحه ومؤاتيه للمنتخب العماني، وكره بالتحول الى الامام، ما في شيء، ممكن جول، ممكن ضاعت الاخطر لمصلحه المنتخب الكويتي. احمد عجب في المرمى الايسر كاد ان يصطاد المرمى. لاحظ مرة اخرى مساعد الحكم ما رفع الراية، وصلت وحالة انفراد حقيقية. احمد عجب الذي سجل للكويت 12 هدف. حسن ربيع وهاشم صالح ايضا في صفوف المنتخب العماني. كلود لوروا يفعل كل شيء، الجماهير العمانية تفعل كل شيء في المدرجات على اساس ان عمان تتقدم بالهدف الاول. هنا المنتخب الكويتي كاد ايضا ان يتقدم بالهدف الاول، ولكن ردة الفعل كانت ممتازة من حارس المرمى علي الحبسي. لاحظ الكرة الخطيرة لمصلحة المنتخب الكويتي، رأسية بين الفريقين. 5 مباريات اقيمت هنا في مسقط. انفراد ممكن جول أخرى. علي الحبسي يتألق ويقف بالمرصاد للمرة الثالثة. أحمد عجب لم يأتي بالعجب في اللقطات الثلاث. انفراد في الشوط الأول، رأسية في الشوط الثاني، انفراد أيضا في الشوط الثاني من المباراة. لاحظ مرة أخرى مصلحة المنتخب العماني مع وجود الضربة الركنية لمصلحة المنتخب الكويتي. حتى الهدف الأول اللي نتحدث عنه في المباراة الافتتاحية في خليج 19 أتى. لاحظ الرأسية جميلة، الحقيقة الرأسية جميلة. لاحظ مرة أخرى الرأسية قوية. ظروف المباراة يعني تجبرك تصرف فردي منك. نعم. محاولة إذن لمصلحة المنتخب الكويتي. ممكن جول. محمد عبد الجواد بصراحة أحمد عجب ما أدري إيش بلا اليوم أبدا. في مشكلة اليوم بصراحة، يعني نحن ما احنا عارفينها. هذه مش ممكن الفرص. لاحظ يعني الحارس مقفل هذيك الزاوية. لو انه شوف الحارس كان يعني تعتقد محمد ان المنتخب الكويتي كان قريب جدا من انه هو مثلا يسجل الهدف الاول حتى في هذه اللقطة الخطيرة ايضا للكويت. التسديدة من اللاعب الجديد في اول لقطة يسدد على مرمى علي الحبسي. خالد خلط لاعب النادي العربي الكويتي. اختبار مع احد الانديه القبرصيه في الصيف الماضي، ولكن صفقه الانتقال لم تتم لهذا اللاعب